بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض مقادير كيلو الدقيق الواحد للعيش البلدي او العيش الفلاحي في البيت على البوتاجاز او تحت الشواية. وهنعرف كمان ايه هي انواع الدقيق اللي احنا ممكن نشتغل بيها، لان كل الاسئلة دي جات لي في الفيديو اللي فات، وانا منزله الفيديو ده مخصوص علشان الاسئلة والحاجات اللي هم عايزينها دي كلها. يا رب بس النهارده الفيديو يكفي. سامحوني لو الفيديو طويل شويه. بس قبل ما ابدا عايزه بس اوريكم حاجه. انا النهارده هجيب طريقه التسويه في بدايه الفيديو كده، وخليكم معايا، ركزوا معايا والنبي بالله عليكم، لان في ناس كتيره بعتت قالت لي انت بتضحكي على الناس، العيش ده معمول في فرن الخبيز مش على البوتاجاز. طيب انا قدامكم اهو البوتاجاز اللي العين كانت شغاله، حطيت عليها العيش. تمام. انا بس جبت طريقه التسويه بدل ما كنت بجيبها في اخر الفيديو، النهارده جبتها في بدايه الفيديو علشان اللي ما بيتفرجش على الفيديو لحد اخره يشوفه من البدايه، لان بجد الكومنتات دي زعلتني وضايقتني جدا. زي ما انتم شايفين كده العيش اهوت انا حطيته لحد بس ما بيتشمع معايا من تحت، باخده على طول وبحطه تحت الشوايه بتاعه البوتاجاز. الشوايه بس، انا مش مشغله الفرن خالص، والله العظيم ما مشغله الفرن نهائي. انا خلاص سويته على عين البوتاجاز من فوق. ليه هشغل الفرن؟ يا ريت بس الناس اللي بتكتب تعليقات ديت يعني بتحبط الشخص اللي بيعمل الحاجة وتعبان فيها، تحاول بس تفكر شوية. زي ما انتوا شايفين اهوت اتنفخ يعني على طول في ساعتها. انا بس بلفه كده عشان انا عايزاه ياخد لون من جميع الاتجاهات، ما يبقاش حته بيضه وحته حمراء. عايزه بقى انتي يعني الوش بتاعه عايزاه لونه احمر قوي غامق قوي، براحتك. عايزاه ابيض شويه برضو براحتك، دي حاجه ترجع لك انتي. الحكايه كلها ما بتاخدش 5 دقايق اهو زي ما انتوا شايفين. تمام كده. نشوف مع بعض، معلش واحد كمان اعذروني، لان بجد الكومنتات ديت ضايقتني جدا. انا عمري ما اضحك على حد ابدا، وعمري ما اضحك على عقل حد. مش علشان العيش طلع كويس ونضيف وجميل زي بالظبط اللي بيتعمل في الافران بتاعه الخبيز، يبقى انا كده بضحك على عقل الناس. انا عمري في حياتي ابدا ما اقدر اعمل كده. نشوف بقى كده واحد كمان مع بعض. ده كده الصغير، بصوا انا جبت لكم البوتاجاز كله اهو اهو، والعين اهي شغاله. ده كده كان اخر رغيف، ده كان الصغير، هتشوفوه لما نيجي نعجن ونشوف العيش مع بعض. اهي بحطه كده على البوتاجاز لحد ما بيبتدي يتشمع معايا من تحت ويطلع الفقاعات او البقاليل ديت كده زي ما انتم شايفينها كده. بعد كده باخده على طول احطه تحت الشوايه بتاعه البوتاجاز، تحت الشوايه، مش بشغل فرن خالص. اهي الشوايه بس اللي شغاله على اعلى نار كده، الشوايه شغاله مفيش ثواني، يعني قبل نص دقيقة كمان بيكون العيش انتفخ واستوى من فوق، وبفضل كده الف فيه لحد ما ياخد اللون اللي انا عايزاه. ده كده كان اصغر رغيف فيهم، هنشوفه مع بعض في اخر الفيديو. انا خلاص مش هجيب طريقة التسوية تاني خلاص. جبتها كده في بداية الفيديو علشان بس الناس اللي ما بتتفرجش على الفيديو لحد الاخر. تمام كده، بفضل بس الف فيه كده لحد ما يديني اللون اللي انا عايزاه. خلاص كده كده تمام. كده انا جبت لكم هو طريقه التسويه المظبوطه في بدايه الفيديو، الطريقه اللي انا معتمداها والله من 15 سنه. دلوقتي بقى هنبتدي نشوف المقادير دي. الكيلو الواحد ده كده كيلو دقيق معايا، طبعا نخلاه كويس سواء كان بلدي او دقيق فينو، انا نخلاه كويس. انا دلوقتي بعمل ايه؟ انا بشيل كوبايتين كده من الدقيق. عايزين بس تعرفوا معيار الدقيق الكيلو بالكوبايه، 8 كوبايات بالمج الشاي العادي اللي انا ماسكاه دوت، وبالطريقه اللي انا بعاير بيها دي كده بالظبط 8 كوبايات. انا شلت كده كوبايتين على جنب وهقول لكم ليه دلوقتي، خليكم بس معايا كده واحده واحده. طيب انا دلوقتي هحط مقادير الكيلو الدقيق. بيحتاج قد ايه خميره؟ معلقه كبيره خميره فوريه زي ما انتم شايفينها كده، بالجرام 8 جرام. طيب الملح هنحط معلقه ممسوحه من الملح اهي، انا ببطبط عليها كده ولا بطبطب عليها كده لحد ما تبقى زي الممسوحه كده اهي. بتبقى 12 جرام ملح، يعني 8 جرام خميره فوريه، 12 جرام ملح. ده مقادير الكيلو الدقيق الواحد. طيب لو عايزين نعمل بخميره بيره اللي هي القطع، يبقى قطع صغيره قد حجم كده عين الجمل، ولازم تتدوب في شويه ميه دافيين الاول، ما بحطهاش على الدقيق كده على طول.
تمام كده يا رب، بس ما انساش اي سؤال من الاسئله اللي جات لي. دلوقتي انا معايا الميه الدافيه، بحط كده شويه بشويه. انا ما اقدرش ابدا خالص اقول على معيار الميه، لان كل دقيق بيختلف عن التاني. انا دلوقتي شغاله بدقيق بلدي، انتي ممكن تشتغلي بدقيق ابيض بتاع الفينو. فطبعا ده بياخد كميه ميه وده بياخد كميه تانية، وكمان كل نوع دقيق بياخد كميه مختلفه من السوائل ومن الميه. انا كده حطيت الميه لحد ما بقت العجينه زي ما انتوا شايفينها كده معايا طريه اهي. تمام كده. احنا النهارده هنعمل العجينه ماسكه نفسها شويه، علشان في ناس كتيره جدا ضايقتها قوي العجينه الطريه ومعرفتش تتحكم فيها لان هما لسه مبتدئين. فانا النهارده هقول لكم على طريقه كده حلوه خلي العجينه ناشفه شويه عشان تقدروا تمسكوها كويس وتقدروا تلقطوا الرغيف وتحطوه على الصينيه كويس. طبعا انا دلوقتي لازم افضل اعجن فيها كده شويه حلوين. انا ما حطيتش ليه الميه على الدقيق كله مره واحده، علشان انا وهي العجينه ناشفه شويه مش هعرف اعمل الطريقه اللي انا بعملها دي، مش هعرف اعجن بالطريقه دي. العجينه ناشفه مش هعرف اخدها كده امطها لفوق وادخل جواها الهواء. بصوا انا فضلت اعجن اهي لحد ما العجينه شايفينها نعمت معايا ازاي. طيب بصوا اهي. طيب اعرف ازاي ان هي كده خلاص انا مش محتاجه معايا ميه؟ بصوا ايدي مش شايله عجين كتير اهي. طبعا هي لازم تكون ايدي فيها عجين، بس مش شايله كميه عجين كبيره، العجين مش لازق فيها كتير. يبقى هي كده خلاص انا مش محتاجه احط لها ميه. وكمان خدمتها كويس لحد ما نعمت معايا زي ما انتوا شايفين. كده خلاص مش محتاجه بقى ان انا اعجن فيها تاني ولا ان انا احط لها ميه تاني. هبتدي بقى احط كوبايتين الدقيق واعجنهم لحد بس ما الدقيق يختفي. انا خلاص مش هعجن فيها تاني كده كتير، الدقيق بس يختفي معايا وبعد كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنتكلم برضو النهارده مع بعض على انواع الدقيق. جات لي اسئله كتيره جدا على انواع الدقيق اللي احنا ممكن نشتغل بيها، واحنا بنفرد كده العيش مع بعض هنقول كده على انواع الدقيق. تمام كده خلاص انا عجنتها اهي لحد ما الدقيق اختفى معايا. ده كده بقى سمك العجينه اللي احنا عايزينه. دي كده العجينه الناشفه مش الطريه زي بتاعه الفيديو اللي فات، بس ما ينفعش انشفها اكتر من كده اهي. لازم تكون بتلزق كده في ايدي شويه. تمام كده خلاص انا كده هشطف ايدي بقى وارشها كده شويه دقيق كده من على الوش علشان بس الوش منشفش مني وهي بتختمر، وهحطها في مكان دافي لحد ما تختمر. طبعا الجو بقى برد شويه، انا كنت عجنته الصبح بدري كان لسه الجو ساقعه. خدت معايا كده حوالي ساعه وتلت لحد ما اختمرت. ندفيها كويس ونحطها في مكان دافي لحد ما تختمر زي ما انتوا شايفينها كده. خلاص كده انا جهزت معايا الرده اللي هقرص عليها. وكمان الزيت النهارده هنقطع على زيت. المره اللي فاتت قطعنا على دقيق، النهارده هنقطع على زيت. علشان تعرفوا ان ممكن دقيق وممكن زيت، مفيش اي مشاكل خالص. بالنسبه بقى لحجم العيش، حجم العيش ده يرجع لك انت عايزاه كبير عايزاه صغير عايزاه وسط. يعني على قد القطعه اللي انت هتقطعيها هيطلع لك حجم العيش. انا كده عاملاه يعني تقريبا وسط، مش كبير قوي ولا صغير قوي. مش قادره تتحكمي في العيش الكبير لانك يعني لسه مبتدئه، يبقى خلاص صغري شويه. عملوا معايا 7 ارغفه متوسطين وواحد صغير اهو في النص. تمام كده خليكم معايا لاخر الفيديو علشان هتشوفوا هنعدهم مع بعض، عشان في ناس بتدقق قوي في الحاجات دي. طبعا انا بعد ما بقرصهم بسيبهم كده حوالي 10 دقايق قبل ما ابتدي افرد فيهم. بعد ما ارتاحوا شويه فرشت كده شويه رده على الرخامه، وهبتدي اجيب الفرده بتاعتي ودهنتها كده بسيط، من يعني مسحتها بس مسح كده بالزيت. المره دي مش هنحط دقيق، احنا حطينا زيت خلاص. وابتدي افرد بخفه كده زي ما انتم شايفين من النص لبره. طيب الناس اللي العيش مش بينتفخ معاها يبقى انتي رققتي الجزء اللي في النص قوي. اهم حاجه الجزء اللي في نص الرغيف ما تخليهوش رقيق قوي، يعني ما تدوسيش عليه جامد. احنا بندوس بخفه جدا لحد ما الرغيف يتفرد معانا. هوريكم دلوقتي السمك بتاعه. انا خلاص مجهزه الصينيه جنبي اهي اللي هسوي فيها اهي. بصوا ده سمك كده الرغيف اللي احنا عايزينه. حطها كده في الصينيه، وطبعا مش هاخدها على البوتاجاز على طول، لازم اسيبها كده 5 دقايق. هركن كده الصينيه جنبي اهي، وابتدي افرد كمان رغيف. على ما افرد الرغيف التاني دوت تكوني الاولاني اللي في الصينيه ارتاح شويه واخده علشان اسويه، وهكذا. طبعا احنا اتكلمنا في الطريقه دي كذا مره. هنتكلم بقى على انواع الدقيق. في ناس كتيره بتسالني على انواع الدقيق. واحده قالت لي
يعني كلمينا على انواع الدقيق اللي احنا ممكن نشتغل بيها. ايه هي انواع الدقيق اللي احنا ممكن نشتغل بيها؟ ممكن تشتغلي بالدقيق الابيض بتاع الفينو، مفيش اي مشاكل. مش حابه تعمليها بدقيق ابيض وعايزه تعمليه زي اللي بيجي من بره بالظبط من الافران ويكون دقيق بلدي زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، نحط عليه معلقه رده كبيره، معلقه رده ناعمه. طيب ينفع نشتغل بدقيق دقيق الابيض الفينو لوحده من غير رده؟ ينفع طبعا، بس طبعا العيش البلدي لازم نفرده على رده زي ما احنا شايفين كده. لو فردتيه على دقيق هيبقى معاكي عامل زي العيش الشامي. تمام كده. طيب في ناس سألتني على دقيق الحبة الكاملة، ينفع نشتغل بيه ولا لأ؟ هو ينفع، بس طبعا هيكون كده عيش دايت، لأنه يعني هو كله قمح، عبارة عن قمح. فاحنا هنعمل ايه؟ طيب ناخد كوباية واحدة بس من دقيق الحبة الكاملة، ونكمل بقية الكيلو بدقيق أبيض بتاع الفينو، دقيق الزيرو الأبيض بتاع الفينو. في ناس كتيرة بتسألني ايه هو دقيق الزيرو. الدقيق الزيرو يا جماعة اللي هو الدقيق بتاع الفينو، انا بقول عليه دقيق زيرو او احنا بنسميه دقيق زيرو، لان هو زيرو رده، معلوش رده نهائي، فاحنا بنقول عليه زيرو. هو الدقيق الابيض بتاع الفينو اللي بيتباع في السوبر ماركت والمحلات. تمام كده. طيب شايفين هي دي سمك كده، سمك العجينه، عشان بس نبقى عارفين برضو واحنا بنشتغل كده بنعمل ايه. يا رب بس ما انساش اي سؤال من اسئلتكم، واعذروني لو بتكلم كتير النهارده او الفيديو طويل شويه، لان بجد جات لي اسئله كتيره جدا وانا بحاول على قد ما اقدر افتكر كل الاسئله واجاوب عليها كلها. طيب في ناس سالتني الكيلو الدقيق هيعمل معانا كام رغيف؟ طبعا على حسب حجم الرغيف. الحجم المتوسط اللي انا عملته كيلو الدقيق عمل معايا 7 ارغفه متوسطين، واحد صغير. طبعا لو هنصغر عن كده ممكن يعمل معانا 10 أرغفة، ممكن يعمل 11 لو أصغر كمان. فطبعا على حسب حجم الرغيف. لو هنكبر عن كده ممكن يعمل 7 أرغفة، 6 أرغفة. طبعا برضو مش وحش لما نعمل حاجة نظيفة كده في بيتنا والحجم بتاعه برضو بيبقى كبير مش صغير. خلي بالكم يا جماعة، التصوير بيفرق جدا عن الحقيقة، يعني تصوير حجم الرغيف بيفرق عن الحقيقة. أنا الحجم اللي عاملاه ده حجم متوسط. بصوا انا بفرد اهوت من جوه البرنه، سرعت بس شويه علشان نخلص والفيديو ما يبقاش طويل قوي قوي عليكم. طبعا خلاص احنا جبنا طريقه التسويه في بدايه الفيديو، فما فيش داعي ان احنا نجيبها تاني. وادي النتيجه النهائيه للعيش. والله يا جماعه هو ده العيش اللي انا عاملاه، يعني مش عارفه اقول لكم ايه، والله هو ده العيش اللي انا عاملاه. مش عشان العيش طالع جميل وطري كده وحلو يبقى تشككوا في مصداقيتي. انا ما بضحكش على حد وما احبش ابدا ان انا اضحك على حد. وربنا يا رب يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي. وشكرا جدا جدا على كل الكومنتات والكلام الجميل اللي انتوا بعتهولي، اداني طاقه ايجابيه عاليه جدا. وان شاء الله كل طلباتكم هتكون اوامر. وباذن الله الفيديو الجاي هنعمل فيه الرواق الطري زي ما انتوا طلبتم. وربنا يقدرني واكون دايما عند حسن ظنكم. وشايفين العيش وجماله، شايفين من جوه قد ايه خفيف وجميل جدا ازاي. وبألف هنا وشفا على اللي جربه. ويا رب يا رب يا رب كده اكون دايما عند حسن ظنكم. احنا بنعد اهو العيش 7 رغيف اهي، والصغير الاخير. تمام كده. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.